او كانوا قاطعين ان ما نبي نروح العراق لاسباب اي سبب كان، اسمح لي هذا انا موجود في البصره واتنقل. انا تعرف شنو اللي مثلا ممكن يعيق تحركي؟ شيء واحد، محبه الناس. انتبه. صحيح، محبه الناس. كل واحد يبي يقوم باي شغله معك. ترى احنا لما نتكلم هالكلام لان احنا نلمس، مش مجبور اني اقول، مش مجبور، بس انا لازم انقل. انا وش وظيفتي؟ انقل الصوره. لو شفت في شيء مو بزين مو بعاجبني ترى بسكت. فهمت ايش قصدي؟ فعلى طاري هالموضوع صارت مثلا سالفه في الافتتاح مع الوفد الكويتي وصار اللي صار، لكن ايضا هناك انا اعجاب وتقدير للجنه المنظمه في العراق، في الاتحاد العراقي لكرة القدم، وزارة الشباب والرياضة في العراق، وأيضا وزارة الداخلية اليوم أول شيء، واللجنة الأمنية أيضا. الآن الاتحاد العراقي لكرة القدم طلع بيان قال لك إحنا نعرب عن أسفنا الشديد، انتبه على كلمة الشديد، لخروج بعض الأمور التنظيمية عن إطارها الصحيح في مراسم الافتتاح. ما قال لك ولا كابر، ما قال شيء، قال لك نعم اسمح لي يا أخي أنا آسف وحقك علي وكل شيء، وقال لي يا أخي إن شاء الله هالشيء ما يتكرر وأنتم أعزاء، ولا أفوق هذا كله. قال حتى حق الكويت، قال لهم أنتم يا الكويتيين من أشد الناس اللي وقفتوا معنا ودعمتونا، ما كابروا أو صمتوا أو إنه والله صمتوا أو إنه يعني في تعنت، لا بالعكس صار خطأ. طبعا بيصير خطأ، هاي وارد، لكن الحلو ان احنا اسفين حكم علينا، وان شاء الله هذا الشيء لن يتكرر مره ثانيه. وانا اقول لك اياها مره ثانيه، لو العراق مستضيف البطوله من 10 سنوات و5 سنوات و4 سنوات و20 سنه، انا اقول لكم بينظم اجمل بطوله. من 40 سنه الجماعه ما نظموا بطوله، معلش لازم يكون في اخطاء يمين ويسار. زين، الان سعاده عبد الامير الشمري وزير الداخليه العراقي يقول اعلن إعادة النظر في الأمور التنظيمية لخليج 25 في البصرة، وأؤكد أن ما حدث يوم أمس في الأمور التنظيمية لن يتكرر خلال الأيام المقبلة في عمر البطولة. بالمختصر مفيد يا جماعة الخير، الخطأ التنظيمي وارد. زين، إحنا دائما نضرب الأمثلة في أوروبا، مثال نضرب الأمثلة في أوروبا، صح؟ 15,000 متفرج دخلوا إلى ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس. 15,000 متفرج، وتأخرت المباراة، كلكم تذكرون متابعين كرة القدم، صح ولا لا؟ لما طلعوا الجمهور مش عارف ايش وكذا. أنا مش في قطر يا أخي، أنا مش منظم بطولات، تصير عندي أخطاء واردة. احنا مباراة اتذكر افتتاح استاد لوسيل او مباراة تشغيلية في استاد لوسيل سويناها بالنادي الهلال السعودي وبالنادي الزمالك المصري. ليش؟ عشان نقف على الملاحظات السلبيه، وجانا نقد من شو اقول لكم، نقد هني كذي، نقد من فوق، ما في ماي، ما في مش عارف ايش، امور تنظيميه. الواحد يسوي الاشياء هذه على اساس انه يتعلم. فهو المختصر مفيد، اذا احنا نبي نساعد العراق او اي دوله اخرى، لازم احنا نوقف معاهم، ندعمهم، نساعدهم، نساندهم، لا نتعالى على احد ولا نتعالى عليهم احنا سبقناكم واحنا سوينا لكم، لا، لان كل له تاريخه. ترى العراق ذو حضارات وليست حضاره، تاريخ وليس هامش. لا هاي الدوله لابد انها تكون ان تقف، ولما يقف العراق احنا لازم نكون احنا اللي ساندينهم. اسمحوا لي انا لازم اقول هاي الشيء، وانا عارف ايش قاعد يصير، وانا حقيقه فرحان ومبسوط من الاتحادات الخليجيه، وبالاخص اتحادنا القطري، لان عرف اتحادنا وشلون الشيخ حمد بن خليفه بن احمد يدعم وبقوه تنظيم البطوله في العراق. وانا فرحان لان انا اشوف ان هالمكان يستحق ان احنا كلنا نكون مع بعض، وفرحان ان مؤسستي اللي انا انتمي لها، مؤسسه قطر للاعلام، او من خلال مسؤولين في قناه الكاس، قالوا انه بالعكس احنا لازم نكون موجودين في العراق، لان انا كاعلامي او مذيع او صحفي لازم اكون موجود، لازم اغطي البطوله، ولازم انقل الاحداث. الامور السلبيه بتصير، انت بنفسك اللي تتابعني فيك سلبيات، الشركات فيها سلبيات، المؤسسات فيها سلبيات، الدول فيها سلبيات، ولكن الحلو في الموضوع ان احنا والله السلبيات اللي عندنا نفرشها على الطاوله، مو بنسكر الباب ونسكت ونطفي الليتات ونرقد، نعالج الاخطاء. ودام ان هناك في وعود بمعالجه الاخطاء، اذا هناك في تقدم راح يصير ان شاء الله في المستقبل. اذا هذا الجيل ما قدر، هناك اجيال قادمه ستقف مع وطنها الى الاعلى. فانا بس عموما يعني نقول لكم بارك الله فيكم. العراق ما يدخل في شغله، العراق كان عندها